ايمن انت اول مغربي دخل الفيلا ديال قسم ونصيب، وقبل كانوا بعض الناس كينتقدوا البرنامج، وانت رغم الانتقادات قررتي انك تدخل البرنامج. واش ما كانش عندك مشكل؟ انا بالنسبه لي حنا مغاربه اذا كنا غنشاركوا في شي برنامج بحال هكذا خصنا نعطيو احسن صوره لبلادنا وخصنا نعطيو احسن صوره لراسنا، وكل واحد كيمثل راسو بصح، ولكن بعض المرات راه انت اوبليجي تمثل بلادك. والمشاركين اللي فاتوا بالعكس انا كنشوف تقريبا كاع داكشي اللي داروا حتى هما هزوا الرايه ديال البلاد وطلعوا الرايه ديال بالعكس. انا بالنسبه لي ما كنشوفش هذوك الانتقادات، بالعكس كنشوف انه حنا بداو هما واحد المسيره وحنا كملنا. كنشوفوا انك في البرنامج كنتي كتهضر زوين بزاف على المغرب، واشاك فوا كنتي كتبقى تشكر في البلاد، وحتى السلسله ديال خريطه ديال المغرب. كيفاش جاتك الفكره باش دير السلسله؟ هذيك السلسله انا ديما حيت انا بحكم ان ما عايش في المغرب، هذيك السلسله ديما كنديرها باش نتفكر كل صباح انني راني مغربي، واخا بعيد على بلادي راني ديما مغربي. وبيان سور غنتكلم انا مغربي حر وغنبقى مغربي، وبيان سور كل واحد كيفتخر ببلادو، كل واحد كيفتخر من البلاصه اللي جا منها. سيغت انا عايش في برا، ولكن المغربيه اللي عطاتني كل شيء، وحنا الا مشينا برا كنمشيو باش نتعلموا شي حوايج ونرجعوا نردوا لبلادنا غير شويه من داكشي اللي عطانا. السؤال ديالي غنطرحه حتى على ايمان، اللي هو الافتخار ببلادك الجزائر. كنتي اشاك فوا كتهضري زوين على بلادك، قربينا اكثر من هذا. اكيد اول شيء اني انا امراه جزائريه حره، لي الشرف اني انا نفتخر ببلادي ونحب بلادي، وهذا شيء عظيم بالنسبه لنا. احنا روح الوطنيه تمشي معنا في كل مكان وفي كل زمان، واكيد انا في اي مكان حنكون فيه حنفتخر بالوطنيه تاعي، حنشرف ان شاء الله الوطنيه. لديك الافتخار بالبلاد ايمن. انت في الحلقه الاولى ديال البرنامج دخلتي في الكاندوره، واللي بزاف ديال الناس انتقدوها وقالوا زعما واش خليتي اللبس كامل ولبستي هذيك الكاندوره اللي ما عجبتش بزاف ديال الناس. شكرا على السؤال، حيت كان خصني وضحت بزاف المرات، حاولت نوضح هادشي. غير هو انا منين جيت كونتاكتاوني في الدقيقه كيف ما كنقولوا في المغرب في الدقيقه الاخرى، دقيقه 90، وكنت في مالطا. كانوا عندي جوج ديال لي شوا، ما كانش عندي الوقت باش نصيفط لبسه. كانت عندي لبسه جلابه امبيرميابل كتبين، وكانت عندي ديك اللبسه. لي ستيليست عزلوا هذيك الكندوره، قال لك حيت داخله ستيل زعما ماشي 100% تقليدي، حيت كونسيبت ان ما ندخلوش 100% تقليدي. وهذا كلش هو اللي كان عندي، بس غير خرجت حاولت انني نبين شي حوايج اللي احسن، وكان مزيان خصني نوضح هذه النقطه هذه. دابا نرجعوا نهضروا على الكونسيبت ديال البرنامج اللي هو الحب وهو التعارف، وكيفاش نتوما بدا الكيمياء بيناتكم. وحنا شفنا ان ايمن هو الاول اللي كان كيبين الايمان. طبعا الراجل خصو يكون مبادر، زعما لا ناتور ديالنا ماسكولين ذكوريه. الا ما بادرتيش شنو غتبقى جالسه تسنى البنت تجي عندك، ما بقاتش ذكوريه. انا في الاول صراحه كنا صحاب، بس شفنا ان المواقف خلونا نتقربوا لبعضنا، وكنا دائما مورا ظهر بعضنا. كانت ايمان ديما في ظهري وانا ديما في ظهرها، وما كانش الغدر بيناتنا، وكنا وتل دابا الحمد لله دائما مورا ظهر بعضنا. وداك الشيء